السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وكل حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله صلى على النبي. هنعمل مع بعض النهاردة القرص الفلاحي الطرية، يعني من كيلو دقيق هتعملي كمية حلوة من القرص. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص الطرية الفلاحي بطريقة سهلة جدا، وكمان المكونات بتاعتها بسيطة جدا. هقول لكم ازاي تسويها تسوية مظبوطة علشان تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. وكمان هقولك على طريقة تخزين القرص بتاعتنا دي لو عايزة تحفظيها. تابعي معايا الفيديو للآخر وإن شاء الله الفيديو يعجبك. يلا بينا على بركة الله ونشوف المقادير مع بعض. معايا هنا كيلو من الدقيق متعدد الأغراض، أو أي نوع دقيق انت بتحبيه أو بتفضليه. وطبعا انت لو من الأرياف وبتطحني غلة أو عندك غلة ممكن تستخدمي الدقيق بتاع الغلة. يبقى معايا كيلو من الدقيق متعدد الأغراض. وأهم حاجة عندي دلوقتي إن احنا هننخله كويس. لازم في اي معجنات عشان المعجنات تنجح معاك ان انت تدخلي الدقيق كويس. معايا معلقه بيكنج باودر وكيسين من الفانيليا ومعلقه كبيره من الخميره ورشه بسيطه كده من الملح ومعلقه من الخل عشان تفتح العجين. معايا كوبايه من السمنه. لو انت ما عندكيش الكوب المعياري ده يبقى المج بتاعنا العادي اللي هو موجود في اي بيت يعني. وطبعا هنحط ربع كوبايه من السكر، والسكر طبعا اختياري تبع راحتك يعني. وكمان معايا كوباية من اللبن او من الحليب. لو ما عندكيش حليب وعندك زبادي عادي برضو الوصفة تمشي. لو ما عندكيش ده وده عادي ممكن تعجني بمية، وعلى بركة الله كده تسمي وان شاء الله تنجح معاكي يعني. طبعا هنا انا احتجت في العجينه بتاعتي كوبايه ونص من الميه. وطبعا الميه بتاعتي على حسب نوع الدقيق، في دقيق بيشرب ميه او بيحتاج ميه كتير، وفي نوع دقيق عادي ما بيحتاجش الميه. هفضل ان انا اعجن في العجينه، ولو احتاجت معايا ميه هبدأ ان انا ازودها كده حاجة. ابدأ ان انا ازود لعند ما العجينة توصل للقوام اللي انا عايزاه. هنا بدأت ان انا الف العجينة او اعجن في العجينة زي ما انتوا شايفين كده. وما تخافيش خالص ان هي مثلا يكون فيها تلزيقة. كل ما هتعجني فيها كويس كل ما هتلم معاكي، والتلزيقة ديت طبعا انا هنا بقى كنت عجنت العجينة بتاعتي. هبدأ ان انا اغطي عليها بس واسيبها لمدة 5 دقايق. انا مش هحتاج التخمير بتاعها، وده سر برضو من اسرارها ان القرص بتاعتي مش محتاجة فيها تخمير. هنا بعد مرور 5 دقايق بدأت ان انا اشيل العجينة بتاعتي واشكلها كور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا ما ننساش ان واحنا بنشكل كده لازم نغطيها باكياس تلاجة او استرتش راب، اي حاجة موجودة يعني، او تغطي بفوطة اللي موجودة عندي. بعد ما خلصت العجينة كلها بدأت ان انا اجيب الجزء الاولاني اللي انا كنت بادئة بيه، يعني اول كورة انا عملتها. هبدأ ان انا اضغط عليها بس كده ضغطة بسيطة. لو انت عايزة تفرديها عن كده عادي يعني، حاجة ترجع لك انت. العجينة طبعا بتاعتي عشان مخدومة كويس في العجين والمقادير بتاعتها مظبوطة، عاملة زي الملبن في ايدي بالظبط. عايزة اقول لكم ان انا من الناس اللي بحب ريحة المخبوزات في البيت. لو في حد زي كده يكتب لي في التعليقات، عايزة اعرف رأيكم ايه يعني. ابدأ ان انا اشكل الكمية بتاعتي كلها واحطها في الصواني بتاعتي او في الصاج. افضل حاجة في التسوية هي الصواني الالومنيوم. هنا بعد ما شكلت العجينة بتاعتي كلها هسيبها لمدة 5 دقايق هتخمر معايا او هترتفع معايا، وهدخلها على درجة حرارة عالية على الرف الوسطاني. هنكون مشغلين الفرن من تحت بس. هتاخد تسوية حوالي عن تلت ساعة. عايزة اقول لكم ان الريحة بتاعتها كانت قلبة الدنيا. طبعا اول ما هتاخد اللون الدهبي من تحت هبدأ ان انا اشغل عليها الشواية عشان تاخد برضو اللون الدهبي من فوق. تعالي بقى اما اقولك لو عايزة تحفظيها ازاي. لو عايزة تحفظيها هتحطها في أكياس من بتاعة التلاجة، ونحفظها في الفريزر لوقت ما تيجي تاكلي منها هتطلعيها وتسيبيها لعند ما تفكي معاكي، أو تسخنيها وهتبقى زي اللي لسه عاملاها طازة يعني. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة